السلام عليكم يا جماعة يا أهل الخير والطيبة. قبل ما أبدأ أحكي لكم اللي جرى معايا، خلونا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي نور الدنيا دي كلها. أنا سماح يا ولاد، ست مطلقة دلوقتي، بس اللي عشته ده قصة تخلي اللي يسمعها يقول يا رب سترك. تعالوا نقعد كده على المصطبة زي ما بنحكي في البلد، وانا هقولكوا كل حاجة من اولها لاخرها بالبلدي كده، بدون زيادة ولا نقصان. انا اتجوزت وانا لسه صغيرة من فتحي، اللي كان مش راجل، ده كان وحش في هيئة بشر، حسبي الله فيه. هو اللي خلاني ابص لجوز اختي بنظرة تانية. بس خلوني اكمل لكم يا ولاد. قضيت مع فتحي سنين من الذل والضرب. تخيلوا معايا يا جماعة، كنت أنام جنبه زي ما أنام جنب حيطة تلج باردة، لا كلمة حلوة ولا حنان ولا أمان. كان طول الليل يشرب سجاير ويسرح في الخيال، ولو قربت منه يقولي عيان وتعبان، ولو طلبت نخرج أو نضحك يقولي انتي مجرد خدامة هنا، كلي واشربي وانتي ساكتة. بس الطريقة اللي ردت له بيها في الآخر خلته يعيد حساباته 1000 مرة يا ولاد. الحرمان ده ساب جوايا جوع عاطفي ما يتخيلوش حد. كنت حاسة اني وردة دبلت قبل ما تفتح، وشبابي بيضيع بين 4 حيطان والهم. يوم ما اتطلقت منه ما بكتش، بالعكس، بس كان جوايا نار مولعة عايزة أي حد يطفيها، حتى لو الجار. المهم حد يخليني أحس إني ست تاني. أختي فاطمة كانت العكس خالص، اتجوزت أحمد، راجل غني وعنده شركة وبيت كبير زي الفيلا في حي راقي. أحمد كان في عيوني نموذج الراجل المثالي، رزين وهادي، كلامه زي العسل. بس فاطمة بطيبتها الزايدة دي ما كانتش تعرف إني ببص لجوزها بنظرة جعانة، زي واحدة محرومة سنين ولقت لقدامها وليمة. قضيت مع فتحي سنين من الذل والضرب. تخيلوا معايا يا جماعة، كنت أنام جنبه زي ما أنام جنب حيطة تلج باردة، لا كلمة حلوة ولا حنان ولا أمان. كان طول الليل يشرب سجاير ويسرح في الخيال، ولو قربت منه يقولي عيان وتعبان، ولو طلبت نخرج أو نضحك يقولي انتي مجرد خدامة هنا، كلي واشربي وانتي ساكتة. بس الطريقة اللي ردت له بيها في الآخر خلته يعيد حساباته 1000 مرة يا ولاد. في يوم فاطمة كلمتني وهي بتشهق من البكا، قالت لي سماح، الدكتور قال لي لازم أعمل عملية برا مصر، وأنا خايفة أسيب أحمد وابني محمد لوحدهم، وبعد العملية هروح أقعد عند ماما شوية عشان أرتاح. وقالت لي عشان خاطري يا سماح، انتي أختي الوحيدة، عايزاكي تقعدي في البيت تراعيهم لحد ما أرجع. في اللحظة دي قلبي دق جامد، وحسيت الشيطان بيهمس لي ويوسوس في ودني، بس رديت عليها بمسكنة، عيوني ليكي يا أختي، بيتك بيتي، وأحمد أخويا ومحمد ابني، روحي بألف سلامة وما تقلقيش عليهم، أنا مش هسيبهم وهراعيهم زي ما تكوني موجودة وأكتر. دخلت الفيلا، البيت كبير بس بارد زي القبر. فاطمة ست نظيفة وبتخاف ربنا، بس ناقصاها اللمسة الحارة اللي الرجالة بيعشقوها. أول ما قفلت الباب حسيت دي فرصتي أعوض السنين اللي راحت. ما بقتش مجرد خالة جاية تساعد، بقيت صيادة رمت شبكتها بدقة. بدأت أطبخله الأكلات اللي بيحبها وعطر البيت بروايح تدور الراس. في الأول أحمد كان يرجع تعبان، يسلم رسمي ويطلع ينام، وفي ليلة رجع نص الليل وباين عليه الإرهاق. كنت صاحية ولابسة لبس بيت خفيف وريحة المسك مغرقاني. رحت عنده بابتسامة، حمدلله على السلامة يا أحمد، اتأخرت ليه؟ أحضر لك العشاء؟ قال بصوت مكسور، لا يا سماح، عايز ارتاح، راسي هتنفجر. قلت له بدلال، لا يمكن تنام كده، استنى اجيب فوطة سخنة وامسح لك وشك وريح أعصابك. ما اديتش فرصة يرفض، وبدأت أمسح وشه ورقبته بحنان، وقربت منه جامد لحد ما حسيت بنفسه.
أحمد غمض عينيه واستسلم، وحسيت إنه كان محتاج الاهتمام ده من زمان. بدأ أحمد يهرب مني بعينيه، يخرج بدري ويرجع متأخر، فاكر الهروب هينقذه من السحر اللي بدأ يسري في البيت. فاطمة كانت تكلمني فيديو من المستشفى وتدعيلي، وأنا أرد ببراءة: ما تقلقيش يا حبيبتي، أحمد في عيوني. بدأت ألعب على كرشه وعينيه، طواجن وأكلات تقيلة تحرك الدم، ولبس حرير ومشي بدلال قدامه. وفي يوم عملت نفسي إيدي اتلسعت من النار وصرخت. جه جري مخضوض، مسك إيدي وبدأ ينفخ عليها. حسيت إيده بترتعش، قلتله بصوت واطي: شكرا يا أحمد، فاطمة دايما كانت تقولي إيدك فيها البركة، ودلوقتي بس حسيت بيها. المشكلة إن الحيطان ليها ودان. جارتنا زينب بدأت تشك وتراقبنا. قررت ألعب الغيرة، خليت تليفوني يرن بنمرة فتحي واطلع البلكونة أضحك واتدلع. أحمد دمه اتحرق والغيرة شعللته، دخل المطبخ وزنقني في الحيطة: مين اللي بتكلميه ده؟ نسيتي إنك في بيت أختك؟ قلتله بتحدي ودلع وأنا حاطة إيدي على صدره: وانت مالك؟ أنا مطلقة وحرة ومحتاجة راجل يملى حياتي، مش واحد بيهرب مني. أحمد فقد أعصابه، كان هيشدني بس زقني وجري على أوضته. وفي ليلة الرعد والبرق الدنيا كانت بتمطر قوي والنور قطع، لبست قميص نوم أسود ستان ورحت أوضته بشمعة. كان قاعد حاطط إيده على راسه، حطيت إيدي على كتفه وقلتله: أنا هنا يا أحمد، حاسة بيك وبحرمانك، إحنا الاتنين محتاجين حنان، وفاطمة بعيدة والليل ستار. استسلم أحمد وحصل اللي حصل. كانت ليلة نسينا فيها كل حاجة، بس فجأة صوت فلاش من الشباك نور كاميرا. نطيت مخضوضة ولقيت خيال بيهرب. أحمد وشه أصفر وقال: لو فاطمة عرفت اللي بينا هتدمرني. وتاني يوم وصلت رسالة على الواتساب، فيديو ليا مطلوبة 10 مليون وإلا الفضيحة. عرفت إن فتحي طليقي هو اللي بيراقبني، بس أنا كنت عارفة سر عن أحمد جوز أختي، إنه خاين في الشغل وبياكل حق فاطمة. هددته بالسر ده عشان يفضل تحت طوعي. فاطمة رجعت فجأة، دخلت ولقيتني قاعدة بقميص نومها. ما زعلتش ولا قالت لي ليه، قالت لي ببرود: أنا عارفة إن أحمد خاين في الفلوس، بس ما كنتش فاكرة إن أختي هتطعني في ظهري. والصدمة، فاطمة هي اللي بعتت فتحي يصورنا، دفعت له عشان تخلص مننا بضربة. طردتني في عز الليل من بيتها ورفعت قضية على أحمد بالفيديو وفضحته واتطلقت منه وخدت كل حاجة، وأنا رجعت للشارع مطلقة وعار الخيانة على جبهتي. يا ريت نتعلم يا جماعة، بلاش نبني سعادتنا على خراب غيرنا، خصوصاً الأهل، لأن الخيانة نار بتحرق صاحبها الأول، والفهم يفهم. لو عجبتكم الحكاية اشتركوا في القناة عشان حكاوي أكتر، وما تنسوش اللايك والشير يا ولاد الطيبين. الله يسترنا ويستركم.